تحالف أسطوري لملوك استنوا بفارغ الصبر ازدهار قوتهم لتأسيس إمبراطوريتهم الخاصة. جيش قوي من سلالة فريدة قدروا يسيطروا على محمية بتتجاوز مساحتها 1500 كيلو متر مربع. كانوا آباء صالحين ل5 قطعان إناث وعشرات من الأشبال، وأبناء أوفياء كسروا قوانين الأسود في معاملتهم لآبائهم. أهلا بكم في أرض العجائب. النهاردة هنتعمق في قصة تحالف بيلا شاكا القوي. هنعرف تاريخهم وماضيهم وأخبارهم لحد اللحظة اللي بتسمع فيها الفيديو دلوقتي. الست أسود الأسطوريين اللي كتير اتكلم عنهم، بس للأسف سمعت كتير من المغالطات والمعلومات الناقصة، فحبيت أصحح لك الغلط وأكمل لك الناقص في حكاية من أروع حكايات الأسود. دعمك مهم جدا لينا علشان نقدر نستمر في تقديم محتوى يرتقي لذوق حضرتك، فاعمل دلوقتي إعجاب بالفيديو واشترك في القناة لو لسه مشتركتش، وكمان تقدر تدعمنا من خلال رابط الانضمام اللي موجود في وصف الفيديو. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. في سنة 2014 وفي أعماق ماساي مارا بيتولد 6 أشبال ذكور على التوالي في شهور مارس ومايو وسبتمبر. أشبال لأبين من أشهر أسود ماساي مارا، لوبر بنت وأولبر نوتي. الأشبال الجديدة ورثوا جينات آبائهم القوية، ولما كبروا عصروهم وهم بيهزموا أعدائهم وبيصطادوا عشرات الحيوانات الضخمة. ساعتها الأشبال الصغيرين فهموا إن شراكة آبائهم دي هي سر نجاحهم. مرت الأيام وكبر الأشبال، وفي عمر 2 وكام شهر غادروا الفخر وخرجوا لحياة الرحالة. ساعتها ومع أول ظهور ليهم اتلقبوا بأكتر من اسم، زي تحالف المحاربون ال6 وتحالف المتنافسون، لحين ما تعرفوا باسم بيلا شاكا ميلز. كل أسد من ال6 اتلقب باسم بيعكس صفاته الجسدية. كوسهوك بمعنى البطن الكبير، كايوك بمعنى الأذن، شانجو بمعنى العين التالفة، دي او اي صاحب البدة أو اللبدة يعني، كيبو جويو صاحب السنة الضائعة، وبابا ياو بمعنى الوالد أو والدك. وده كان أكبرهم وقائد التحالف، وهنعرف هل فعلا غادر التحالف خلال الفيديو ولا لأ. ومع بداية 2017 وصل الأسود ال6 لمنطقة سوان، وهناك قعدوا عدة شهور. المنطقة وقتها كانت مليئة بالتحالفات القوية، يمكن أهمها كان تحالف الأسدين كاريبو ورفيكي، وكانوا الأسدين دول يعتبروا الحكام الفعليين للمكان. وبذكاء شديد انسحب الأسود ال6 الصغار اللي ما عندهمش الخبرة ولا القوة اللازمة لتحدي الأسدين الكبار. انسحبوا من المواجهة، بس لا مش انسحاب بالظبط، دول فضلوا مراقبينهم عن بعد. حتى في أوقات وجود لبؤات الأسدين بمفردهم، الأسود ال6 ما فكروش أبدا يهاجموهم. ممكن ده اللي خلى الأسدين كاريبو ورفيكي ما يديلهمش اهتمام. وفي أواخر 2017 الأسدين كاريبو ورفيكي وبشكل مفاجئ غادروا المنطقة بالكامل، علشان من يوم وليلة تخضع منطقة سوان بالكامل لسيطرة بيلا شاكا ميلز. تخيل إنه في شهور قليلة ساءت حالتهم بشكل مزري. لا مش حالة بيلا شاكا اللي ساءت، حالة كل الأسود الرحالة الموجودين بالجوار. دي عصابة مكونة من 6 أسود أقوياء، هجوم واستعراض قوة على أي أسد رحال بيظهر في المكان، وكأنه تدريب مكثف للأسود ال6 قبل مهاجمة أسود قوية. الخبرة واكتسبوها والقوة وزادت. وفي منتصف 2018 ما هزموش تحالف واحد بس، لا دول هزموا 3 تحالفات وسيطروا على إناثهم بالكامل، توم برايد وبارادايس برايد ومارش برايد. كل ده في قد إيه بقى؟ في 2 بس. والله زي ما بقولك 2 شهر. بيلا شاكا سيطروا تقريبا على كل اللبؤات الموجودة وكونوا فخر كبير، ورجعوا لمناطقهم في سوان بريجن. وبعد شهور قليلة أنجبت لبؤة أول شبل ليهم. الأشبال ال6 الصغار بقوا ملوك متوجين، ليهم إناث وأشبال ومناطق نفوذ. دلوقتي وقت الحفاظ على الملك ده. يا ترى الأخوات ال6 بقيادة بابا ياو هيقدروا يحافظوا على ملكهم ولا لأ؟ الأخوات ال6 قسموا نفسهم وغطوا كل شبر من المنطقة، ومع الوقت انجذبت ذكور جديدة للبؤاتهم. القائد والأخ الأكبر والأشجع بابا ياو كان دايما اللي بيبادر بالدفاع عنهم. تقدر تقول كان شجاع لدرجة الاندفاع. عارف، بيفكرني شوية بمستر تي. بمجرد ما بيشم ريحة ذكور أغراب بيتعقبهم ويواجههم لوحده بدون انتظار اخواته. وممكن دي كانت نقطة الضعف اللي عنده واللي في التحالف بشكل عام.
الكل توقع إن سلوكه ده هيكون سبب نهاية التحالف، ولسوء الحظ في أواخر 2019 ثبت إن توقعهم في محله، لما في ليلة من الليالي كان بابا ياو مع الأسد أخوه DOA في نوبة حراسة ليلية للفخر، وباقي الأسود كانوا في نوبات خارجية بيتجولوا يعني. الأسد DOA منتظر مع اللبؤات، وبابا ياو بيعمل جولة برضه، وظهر قطيع جاموس وخرجت بعض اللبؤات للصيد. ولما المهمة اتصعبت انضم لهم الأسد DOA للمساعدة. في نفس الوقت ده كان بيقرب تحالف من 3 أسود شابة لمناطق بيلا شاكا ميلز، وطبعا المتهور بابا ياو بمجرد ما حس بوجودهم كعادته ما استناش وانطلق يهاجمهم. وبالمناسبة ما هزمهوش، ده هزمهم وطردهم أشر طردة، بس 3 أسود كفيلة تصيبوا إصابات خطيرة. وقد كان في نفس الليلة دي رحل بابا ياو من الفخر، وموقف حكيم بياخده DOA يستاهل التحية عليه، لأنه على غرار الملوك الحكماء قرر يفضل مع الإناث لحين عودة إخوته، وبعدها يخرجوا يدوروا عليه، لأنه لو ساب الإناث لوحدهم هيكونوا في خطر أكبر. وبعدها يخرجوا يدوروا عليه فعلا لما اتجمعوا في الصباح الباكر، لكن لسوء الحظ ما لقيهوش. البعض توقع إنه مات متأثر بجراحه والضباع أكلت جثته، لكن الأكيد إن قائد التحالف اختفى وسابهم ناقصين واحد. وبرغم حزن ال5 أسود عليه إلا أنهم استمروا في الحفاظ على ملكهم، ومع نهاية نفس السنة غزوا فخرين آخرين وبقوا ملوك ل5 قطعان إناث. لكن على عكس اللي فاتوا، الفخرين الجداد رفضوا التزاوج مع بيلا شاكا. وفي 2020 استقر الأسد DOA اللي بقى قائد التحالف رسميا مع إناث فخر توبي اللي كان تحت سيطرته، في حين إن إخواته ال4 بقوا يظهروا معاه على فترات متقطعة. هو ما كانش انفصال حقيقي زي ما البعض ادعى، بالعكس نفس سلوكهم وتعاونهم فضلوا زي ما هم. وبعد كام شهر من نفس السنة قدر أسود بيلا شاكا ال4 من غير قائدهم يغزوا فخر إنيكو يوناي علشان يبقى الفخر السادس واللي يخضع لسيطرتهم. الأبناء الأقوياء اتفوقوا على آبائهم الأساطير، سواء من حيث مساحة الأراضي اللي حكموها أو عدد الأشبال اللي أنجبوهم. في الوقت ده، وركز قوي في المعلومة اللي جاية دي، ظهر الأسدين لوبر بيت وأولبرنوتي من جديد في مناطق بيلا شاكا. بيلا شاكا بقى يا سيدي لا هاجموهم ولا هم يحزنون. الأبناء ال5 حسب ما ورد في كل الوثائقيات بكل لغتها استقبلوا آبائهم المسنين بترحيب بالغ، خصوصا وإن آبائهم كانوا في سن ما يقدروش يتزوجوا فيه من تاني. وبعد أيام قليلة لوبر بيت فارق الحياة بجانب أخوه المخلص البرنوتي، وأبنائهم أسود بيلا شاكا نفسهم حضروا مكان موته لتوديع آبائهم. كل اللي حكيته لك ده بقى كان لسنة 2021، وكل ده ما كانش نهاية قصتهم خالص. بعد اختفاء دام لفترة بسيطة ظهر الفيديو ده لل4 أسود تحديدا في سبتمبر 2022، وأظهرهم وهم راجعين لمنطقة جوفرنورز، ودي كانت واحدة من مناطق نفوذهم. وحسب تقرير ورد من موقع جوفرنورز كامب الرسمي بتاريخ 30 يونيو 2023، فالأسود ال4 نشطوا خلال الشهر ده اللي هو شهر يونيو يعني بعد اختفاء دام لأسابيع، وتم رصدهم مرات عديدة ما بين فخر بارادايز لفخر توبي. كمان تم رصد الأسد كايوك على طريق إيرسترايب وهو بيتزوج مع اللبؤة كيتو إحدى لبؤات فخر مارش برايد. والأسدين شونبو وكوسهوك اتشافوا على مسيرة جيت الموجودة على بعد 20 كيلو متر من آخر مكان اتشافوا فيه. والقطعان أو الفخر اللي كانوا تحت سيطرتهم كانوا في حالة ازدهار واضحة، ما بين توبي برايد اللي وصل عددهم ل25 فرد لبارادايز برايد اللي كانوا في حالة ازدهار كبيرة. وإن شاء الله مع مرور الأيام هحاول أعمل لك فيديو عن تحديث أجدد عن الأسود دي. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبك وتكون استفدت بمعلومة جديدة، وبفكرك إن احنا بنحاول جاهدين إن احنا نقدم محتوى راقي يليق بحضرتك، وعلشان كده دعمك مهم جدا 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 لينا. ما تبخلش علينا بإعجاب ومشاركة الفيديو، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتابع حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعمنا وانضم لمنتسبين القناة من خلال الرابط اللي موجود في الوصف. بشوفك الفيديو اللي جاي على خير.